البشارة، وكانت يعني فك الهموم وفك اللي حصل معاها ده كله. صعب جدا ان في واحدة تتحمل الكلام ده من اهلها، والموضوع كان في الوقت ده يا جماعة موضوع صعب جدا. انت النهاردة كأب وكأم لا تتحمل كلمة على بنتك. وزي ما قلنا يا جماعة، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. يعني سورة النور دي يا جماعة كلها احكام. بدأ ربنا سبحانه وتعالى سورة فرضناها، يعني كل الكلام اللي فيها فرض عليك ان انت لازم تعمله. وقال لك علشان تظبط يعني قصة الزنا لازم تأتي ب4 شهداء. فهل انت النهارده جيت ب4 شهداء؟ هل النهارده من الطبيعي والمنطقي ان هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تترمي بالكلام ده؟ علشان اقول لك يعني ما مشيتش الدعوة بسهولة، او مشيت الدعوة من غير غزوات ومن غير تحديات، وتكسر رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ويحصل معاه ان هو يتضرب بالحجاره. وكان يعني عانى معاناه كبيره جدا الرسول صلى الله عليه وسلم في فترات الدعوه. فلازم النهارده نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نقول القصص دي علشان اولادنا يعرفوا كم ان انت تقول كلام على حد وترمي المحصنات بالباطل، قد ايه الموضوع صعب جدا، قد ايه لا يتحمله اي حد، قد ايه بيبقى واقع الموضوع النفسي على البني ادم. يعني كادت السيده عائشه ان هي تموت من الحمى، وبعد ما فاقت لقيت الكلام ده بيتقال عليها، وبيتقال عليها من احد المنافقين. ولكن الكلام انتشر بصوره يعني انتشر زي النار في الهشيم، فكان صعب جدا التحمل. فعيد تاني السيدة عائشة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مهموم، وأبي بكر مهموم. وهو مين؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بينزل عليه الوحي، اللي هو لا ينطق عن الهوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة برأك الله من فوق 7 سماوات. وكانت البشارة. فلازم النهاردة القصص دي لازم تحكى لاولادنا، لازم تحكى لبناتنا، لازم يعرفوا قد ايه ان انت لما تبقى عفيف ربنا سبحانه وتعالى يقف معاك، قد ايه لما تبقى عفيفه ولابسه كويس ومش مبينه جسمك لحد ومش بتعملي حاجات مش مظبوطه، ربنا سبحانه وتعالى هيقف جنبك. حتى لو كان في حد رماكي بأي شيء مش كويس، ربنا سبحانه وتعالى هيبرئك بإذن الله. اللي احنا بنشوفه يا جماعة الأيام دي من التعري ومن الفساد اللي احنا شايفينه، زي ما قلنا قبل كده: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني احنا اللي عملنا كده في نفسنا.